أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج المعادلة، ونلتقي فيها بشيخ فيصل الحروش الجربة. أهلا وسهلا الشيخ. أهلا وسهلا. يا مرحبا. شيخ، بالبداية احنا نحب ناخذ فتشي، يعني إذا جاز التعبير، مختصر عن محاربة العشائر للفكر المتطرف. أنتم باعتباركم عشائر عانيتوا ما عانيتوا بوجود داعش في مناطقكم، ومناطقكم يعني صار بها سيطرة للتنظيم وتضررت وأعطيتوا الكثير من الشهداء، فناخذ فكرة أو رؤيتك لمحاربة العشائر لهذا الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو فكر الخوارج يعني تقلقل في مناطق عدة، يعني مو بس مناطقنا، يعني تجي على الموصل أو على صلاح الدين أو الأنبار أو أطراف بغداد، أبو قريب، الرضوانية، الديالى، هذه كلها صار بها الفكر هذا الضال. وبالأنبار يعني من أوائل الناس اللي هم يعني حارب هذا الفكر هو الله يرحمه الشيخ عبد الستار أبو ريشة، وكان يعني بوقته التنظيم قوي، وكان أكثر الشارع، ما نقول كل الشارع، بس جزء من الشارع كان يصفق له ذاك الوقت، وكان يحلل قتله ويبررون له. من وقف عبد الستار أبو ريشة ومن وقف معاه الرجال اللي هم لهم دور مشرف، خلبوش يجي ينزل بالأنبار ويزوره. نعم. لأن الشاعر يقول: قول بلا فعل ترى الناس تقفاك، حكي ببلاش وشرب القهاوي. بعضهم يعني يسولف وبعضهم يفعل. عبد الستار أبو ريشة فعل، ومن فعل عبد الستار أبو ريشة خلبوش ينزل. مناطقنا حنا يعني بصراحة التنظيم هو استباحه من عام 2004. نعم. وانت أعلم، انت من منطقة هم عانت من التنظيم، يعني السامرة أو غيرها، أو هاي المناطق عانت من التنظيم. كان يقتلون الناس، والناس كانت تقول هذا اللي عنده شين. بعض من الناس، يعني البعض يبرر لهم، بعض يبرر، كان يقتل ويقولون هذا والله اللي قتل البيش مرقة، هم يعرفون القاعدة. يقتل يقول لك لا، هذا قتل الحكيم، القتل هذا من الشيعة. يعني كان فوق ما ينقتل الرجال. أنا من الناس يعني الحمد لله أنا منهجي سلفي على الكتاب والسنة، ونعرف الخوارج. الخوارج الرسول أوصانا بقتلهم، والرسول عليه الصلاة والسلام وصفهم، قال: قوم تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، فرسان في الليل، رهبان في الليل، فرسان بالنهار، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حدثاء الأسنان، طوبى لمن قتلهم. المنهج السلفي المعتدل يعرف منهم الخوارج، وحذرنا منهم. وأنا شخصيا يعني تحاربت منهم من البداية، من عام 2004. وكثير من الإخوان قاموا يلتفون علي. يعني المشكلة أنت ما تعرف عدوك منهم. صح. هم يجون في غدر، يجونك في سيارات مدرعة مفخخة، يجونك بزي عسكري، واقتلوا كثير من الناس وما تعرفهم. فجروا البيت مالي في عام 2010، استحلوا أملاكي عدة مرات. هاي بيا منطقة شيخ؟ بالموصل. ايه يعني تحديدا يعني بالكورنيش. البيت مالي بحي الثورة، كتبت عنه جرائد عدة، قناة الموصلية، جريدة الشرق الأوسط السعودية كتبت عنه، جريدة الوطن السعودية كتبت مصادره وأملاكي. بس يعني زادا فضل الله قوة لمحاربتهم. يعني تهمش الأملاك عندي ما أملكه من مال من شيء، بس أنا أزداد قوة. حتى مرة من المرات كنت أكلم فخامة الرئيس مسعود برزاني حين تفجير البيت،
قال لي كلام أنا ما أنساه، قال لي يا فيصل أنت حصلت الكرامة، والبيت حجر يتعوض. فعلا البيت هسع يعني يتعوض، بس أنا حصلت يجيني أخوي السامرائي يبدي لي الاحترام، صح. يجيني أجي أزور المالكي يبدالي يقول لي أنت موقفك صار كذا، لك بصمة أجي وموقف على شيخ. نعم. فلح الفياض يقول لي أنت رجل صح. وطني، أجي على الرئيس مسعود يقول لي أنت يعني مواقفك هذه نعمة من الله. رحت إلى النجف لقيت كلام يعني أثلج صدري، وأحمد الله وأشكره من جميع إخواني هناك، يعني في العراق كله والله كل وشيخ أنا كل يعني من أريد أسأل على هذا السؤال، عفوا أنا قاطعك. أنا شفت لك باليوتيوب، شفت لك بمواقع كثيرة أنه أنت زاير النجف وزاير كربلاء وزاير العزيزية، هاي من شنو جتي؟ شوف يعني كل عراقي محارب للإرهاب كون واثق هسه هو قريب مني، يعني أنا أقول حنا عشيرة وحدة، نعم. محاربين الإرهاب وضحايا الإرهاب. ضحايا الإرهاب علينا حنا الواجب نجيبهم نشيلهم ونخلي، ومحاربين الإرهاب نكون عشيرة وحدة، وضحايا الإرهاب نكون مساندين لهم. أنا زيارتي الفضل لله يعني العراق كله، يعني أنا بديت يعني بالموصل، بديت في عدة مناطق، وزرت العزيزية عند قاسم الخليفة، وعند الداور من شمر، وكان مجموعة كبيرة من أبناء شمر من عدة عشائر شمر، والحمد لله كانت اللقاءات يعني موفقة. أنت من تجي على الناس وتاخذ أحلى ما عندهم من كلام وتطلع مسرور من عندهم، هذه تحمد الله وتشكره. صح. وطلعت للنجف وجاني تكريم من الشيخ عبود العيساوي وأهل النجف من مسؤولين ومن شخصيات ومن رجال دين. شيخ عبود النائب السابق تقصد؟ نعم، أبو هو الشيخ أبو عيسى بن نجف. نعم. الرجل، وكان حضور يعني، وكان زيارة يعني إلى مكتب سماحة السيد علي السيستاني، واستقبلنا مدير مكتبه وسمعنا ما يرضينا، والفضل لله، وهاي نعمة من الله. أنا علاقاتي يا أخوي علاقات حقيقية، ما عندي مجاملة بالعلاقة، لا مستعد أجي أجامل الناس بالمو صحيح تعالوا ابنوا العلاقة معي، ولا مستعد أقدم للناس شيء مو واقعي. علاقتي يعني يعرفن الرجل وعرفه ويعرفن الشخص ويعرف ما حاولت تبلور هاي العلاقات وهذا العمل إلى أن تدخل بالعمل السياسي؟ والله شوف، العمل السياسي احنا قريبين منه، بس كأنا شخصيا ما دخلت بالعمل السياسي لأن الظروف ما هي متاحة حاليا، وإن شاء الله يمكن الفترة القادمة ندخل بالعمل السياسي. طيب، بالنسبة للفكر المتطرف، أنا أعرف أنه حضرتك وأبناء عمومتك شكلتوا حشود. نعم. أنا أسأل عن هاي الفقرة، هاي يا سنة شلون صارت؟ من يعني نويتوا تشكلون الحشد؟ صار أكو تجاوب من الناس لو بقى التخوف من التنظيم؟ هو بعد ما داعش استباحت 3 محافظات ونصف وعملت ما عملت وظهرت الوجوه المخفية، كانت أكو وجوه مع داعش سابقا مخفية، صح، وكانوا هم اللي يبررون داعش وهم اللي يتعذرون من جت واستباحت المحافظات ال3، أظهرت الوجوه وعملت ما عملته داعش من قتل. يعني أنت شفت كيف اقتلوا العراقيين، اللي يعدموه يريد يروح لدولة الكفر، واللي يعدموه مرتد، واللي يعدموه خائن، وعدموه الحريم، كل واحد تحت سبب النساء كثير يعني عدموا داعش. بعد من بدأت عمليات التحرير تشكلت هذه الحشود. هو الحشد تشكل بالفتوى المرجعية. نعم. بعدها تشكلت حشود في مناطقنا سموها الحشود العشائرية، وحنا نرفض كلمة الحشود العشائرية، كلنا حشود عراقية. نعم. يعني الحشد واحد ومرتبط بهيئة الحشد الشعبي. هذا الحشود الفضل لله شاركت واعطت تضحيات، واستشهدوا كثير منهم، يعني من أبناء عمي استشهدوا عدة أشخاص أو عشرات من عشيرتي استشهدوا بالمئات، والحمد لله. شاركتوا بعمليات التحرير؟ نعم، شاركوا أبناء عمومتنا. أنا كنت شخصيا
يعني على اتصال مع، يمكن أقول لك كنت يوميا أتصل بعبد الوهاب الساعدي، هذا رجل حي يرزق، يمكن يوميا أتصل به مرة مرتين. القادة كلهم متواصل مع ابناء عمومتي، متواصل في الإعلام، حتى بعض القنوات يعني من كنت أدخل معاهم يريدوني أتكلم ما يعجبهم، وأنا كنت ما أتكلم ما هو صحيح وما هو بأرض الواقع. نعم. يعني أنا من تكلمت يعني لو تريد تلاحظ ترجع على اليوتيوب تشوف المقاطع اللي نازلة عني في التحرير، تلقي أكثر التصريحات وأكثر الكلام وأكثر المشاركات لي أنا والفضل لله، موجودة على اليوتيوب. صح. يعني هذا تاريخ. الحمد لله. نعم. واليوم هسه مناطقنا الفضل لله تنعم بالأمن والأمان. كل مجموعة يعني إذا تجي على جنوب الموصل تلقي حشود من المنطقة يعرفون الرايح ويعرفون الجاي، مستتب بالأمن. تجي على غرب الموصل، تجي على شرق الموصل، تجي على جنوب، يعني تلقي بكل مكان من المنطقة نفسها أبنائهم، وأكثرهم هم من أبناء الضحايا. طيب يعني شيخ أنت شو ترد على يعني بعض العشائر اللي ساندت التنظيم بعد دخوله؟ يعني هنالك بعض الناس يأكد أنه من أبناء الموصل ساندوا التنظيم لأسباب، منها مثلا سوء معاملة القوات الأمنية، كثرة الاعتقالات العشوائية، التمييز أو بين المكونات. شلون ترد على هذه التفاصيل؟ حقيقة أنا ما أقول عشائر، محشومة العشائر أن الساند أشخاص ينتمون إلى هذا الفكر، هم صاروا مع داعش. نعم. العشيرة لا تكون كلها. وحقيقة الناس مو انتمت على مود والله كانت سوء معاملة القضاة أو سوء معاملة، هم من يحملون هذا الفكر أو هم من المنتفعين. لأن التنظيم، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، ما نعرف عن التنظيم ما يجبر أحد يقول له تعال انتمي معي، لأن من قاعدتهم الشرعية ان الشخص هو يجي متطوع معه. هسه مو بعض الناس يقول لك قطعوا علينا وقالوا لنا تعالوا صيروا، لا، يكذبون. التنظيم ما يجبر احد انه ينتمي معه، لان هذا عندهم مخالف للشرع مالهم. طيب انا اسال عن، يعني اشوف صور الجنابك كثيره مع القاده في اقليم كردستان، اسال عن يعني عمليات يعني خلينا نسميها التنسيق ما بين الشيخ فيصل الجربة والعشائر العربيه واقليم كردستان. الله يسلمك. لا انا اريدك هذا تطلعوا من ضمن البرنامج الصور مو بس القادمه على كردستان، احنا بنسال يعني على هذه صوره فخامه الرئيس مسعود برزاني. نعم. وهذه صوره معالي الشيخ فالح الفياض، وهذه صوره نور المالكي، وهذه صوره خادم الحرمين الملك عبد الله، وهذه صوره الملك سلمان. كلها نجي عليها، بس انا بدي اسالك على فقره الاقليم. الاقليم شوف الاقليم، الله يعز العراق جميعا ويعز الاقليم. الاقليم حنا كعلاقات تربطنا شخصيه مع فخامه الرئيس مسعود، مع عائله البرزاني، مع القاده، مع معالي وزير الداخليه. بعد ما انا علاقتي قبل ما سقوط المحافظات، بس بعد ما سقطت المحافظات الإقليم يعني مثل العراق خير تمثيل، احتضن جميع الناس. نعم. فخامة الرئيس مسعود، يعني أنا سولفت يمكن قبل هذا اللقاء، يقول لي دكتور طارق مدير الأساس مال أربيل، قلنا له حنا فقدنا الأمن بكثرة النازحين أكثر من شعب كردستان. صح. قال افتحوا البوم مال بيوتكم إلى النازحين، كون هذول من إخواننا العرب والسنة والشيعة والأكراد والتركمان وغيرهم، وعليكم أن تفتحون بيوتكم لهم. قال جانا أمر بعد من القيادة ما نقدر. هذا التعامل مال الإقليم هو نبذ أن العراقيين يقول عندهم طائفية. اثنين، الناس التجت وعاشت بكرامة. نعم. صدر الرئيس مسعود أمر قال اللي يعتدي على عربي أو على أي لاجئ كأنما معتدي على مسعود البرزاني. حتى يعني على مستوى الشارع، الهوشة اللي بالشارع رفض أن تجي للعرب. وبنفس الوقت كثير من
اللاجئين راحوا إلى جنوب العراق ولقوا نفس الاحترام والتقدير، وناس لحد الآن بالنجف وناس في كربلاء من جميع العراقيين. يعني الفضل لله، العراق مثل خير. شمال العراق وجنوب العراق احتضن أبناء المنطقة الغربية والوسط. صح. طيب نريد نروح على ملف آخر وهو ملف النازحين. يعني محافظة نينوى ضمت الكثير من مخيمات النازحين ولا تزال. هذول يعني شلون نتيجة يعني الحلول لهاي المخيمات شلون؟ وشنو اللي يمنع من عودتهم برأي جنابك؟ شوف، بعضهم ما أدري هم ما قاعد يرجعون، ما مطلوبين لا أمنيا ولا عشائريا، وهم أصلا نازحين من وراء العمليات العسكرية. طيب بعض أبناء الدواعش اللي بالمخيمات ما مقبول هسه رجعتهم، مثل ما بعض الناس قاعد يحاولون يريد يرجعونهم بطريقة أنا متأكد يصير له أمور سلبية. لأن أنت مهما كان هذول الأطفال تقول ما أريد أخليهم، تأهلهم بطريقة. اثنين، أنت عندك أبناء الضحايا، الواجب همين الدولة تكون مهتمة بأبناء الضحايا وتكون واجدت لهم حلول، لأن احنا عندنا ترى أبناء ضحايا كثير، وبعضهم يعني ما انصفوا. يمكن قسم من أبناء الضحايا راحوا إلى هيئة الحشد الشعبي وقاموا يحمون مناطقهم والفضل لله. نعم. بس قسم كثير منهم ما لحد الآن وضعهم يعني بلا معيل بلا راتب. نعم. طيب وبالنسبة للنازحين يعني هنالك من يقول أن مثلا النازح كيف يعود مثلا ومنزله مهدم. نعم. شوف هذا غير هذا الدولة لازم هاي نقطة حلوة. أي. أنا من الناس البيت مالي مفجر على يد تنظيم داعش، سويت معاملة لحد الآن المعاملة ما خلصت. شنو السبب؟ يعني تشوف اكو أخير شيء بيها بيروقراطية وروتين. المساءلة والعدالة اللي بالموصل. نعم. أنا أقول لك اللي بالموصل، ما أدري هي المساءلة والعدالة أو المحافظة، راح عليهم الشخص الوكيل اللي عندي قالوا له نريد دفاتر الخدمة مال أبناء حروش السالم. حنا عندنا من إخواننا مواليد بال 56 57، وعندنا مواليد 73، وعندنا تسعينات. هذه دفاتر الخدمة وينه؟ أنت متسرح قبل 50 سنة ومتسرح قبل 40 سنة، اللي بيته مهجر ما أدري، واثنين داعجة. وقفت المعاملة يريدون دفاتر الخدمة. رحت لبغداد والتقيت برئيس مؤسسة الشهداء معالي الأستاذ عبد الإله، قلت له، قال لي والله هذا الشيء ما موجود عندنا. يعني استغرب، قال لي دفتر الخدمة عليه، شنو اللي يريدونه؟ شنو هو السبب يريدون دفتر خدمة؟ يعني ما معناه تصرف شخصي من الموظف؟ ما أدري. يعني أنا هسه أتكلم بالإعلام وهذه على الوات، يعني الموظف يجاوبنا منو اللي معطيه هذا الأمر؟ ليش الدفتر الخدمة يريده؟ يعني أنا سمعت البارحة تحديدا تصريح الفريق نجم محافظ نينوى بالراديو، يعني بإذاعة من إذاعات نينوى، يقول إنه موضوع هيئة المساءلة والعدالة بموصل اللغة. والله ما ندري، إن شاء الله. يعني بعد ما تروح المعاملة لبغداد وترجع وما يقول من يمنا احنا نمشي تدقيق أمني ونمشيها. بس هي الناس تقول لك أنا صار لي سنين رافع معاملة ولحد الآن ما حد أعطاني كل شيء. ما حد يعني لا احنا ما حد أعطانا شيء. تمام. طيب احنا أنا قريت يعني حضرتك مسوي مبادرة. نعم. وهي مبادرة السلم الإقليمي. نعم. من تجي تقرأ المبادرة تلقى بها أكثر من قضية. نعم. يعني أنت تنادي بالسلم المجتمعي والسلم الأهلي، تنادي بانعاش الاقتصاد، تنادي مثلا بقوة العشائر. هاي أريد أعرف الفكرة شلون تبلورت عندك وشلون مشيت بها ولوين وصلت. شوف، حتى قضية حاكي بها أنت على موضوع دول الجوار وحسن المعاملة والتعامل وهاي التفاصيل. احنا هاي المبادرة مو بس أنا، مجموعة من شيوخ القبائل. نعم. يعني من جميع العراق. هي المبادرة، أنا ما أقول مبادرتي أنا شخصيا، مبادرة طيب. الجميع. بس هم بعض المرات يظهرونك الناس، يعطونك الأحقية والأفضلية، هم المتفضلين. صح. حنا هذا الوضع أنت عايش في منطقة سمر. نعم. تدري يقول لك الناس منطقة السامرة إذا أنت جيتهم شيعي راح يذبحونك، والآخر يقول لك إذا رحت إلى النجف أو رحت إلى كربلاء أو رحت إلى البصرة الشيعة يذبحونك. هذا الكلام يتداولونه الناس،
بالذات خارج العراق. احنا نحب نوصل رسالة إلى الجميع أن احنا العراقيين ما بيننا مخالفة ولا بيننا طائفية ولا بيننا هالكلام هذا. صح. ونمد مبادرتنا إلى شعوب الدول الإقليمية، إلى الدول، وهذه مبادرتنا لا رايح تكون مبادرة شخصية أو عشائرية، هي مبادرة إن شاء الله بغطاء الدولة، ويكون علم للدولة عنا، وبمباركة الدولة ومباركة الشخصيات المعتبرة بالحكومة إن شاء الله. وحتى دخولنا على الدول ما رايح ندخل إلا إحنا من الباب، يعني بعلم الدولة. نعم، بعلم الدولة. نعم، هذه ما احنا راسمينه. طيب، لقيتوا صدى يعني لكلامكم سواء دوليا أو محليا؟ والله محليا لقينا صدى، يعني تفاعل الشعب العراقي وشيوخ القبائل، رجال الدين، شخصيات من بعض الوزراء المتقاعدين، يعني اتصلوا علي يمكن أقول لك مئات، والفضل لله، وكلهم مؤيدين. ويعني يمكن الفضل لله، يعني نوعية الناس الموجودين بالمبادرة لهم القبول عند المجتمع، لهم القبول عند الشعب العراقي، معروفين. يعني مثل الشيخ عبود العيساوي معروف، هذا محبوب عند الشيعة وعند السنة وعند الأكراد وعند التركمان، معروف عند الجميع. وكثير مثلهم، أنا ما أريد أعد الأسماء لا أزعل بعض ما أذكر اسمه، بس أكتفي بأخوي الشيخ عبود. يعني ممكن تصلون إلى توقيع ميثاق ما بين العشائر العربية في العراق، أو يعني كل العشائر العراقية. ميثاق ليش نوقع؟ احنا ماكو، أقصد تصل إلى مثلا بودقة تفاهم بين الكل. احنا شوف، يعني كون واثق، الشخص المو نظيف ومبادئه نظيفة ما راح يكون معنا، وراح نكون احنا توصيل رسالة، وإن شاء الله هي تكون كمؤسسة إنسانية يكون لها خدمات ويكون لها تسجيل. وأنا طلبت منهم تسجل بالمنظمات المجتمع المدني، ويكون له تسجيل في الوزارة، يصير له شهادة تسجيل. نعم، أحسن نكون حنا في إطار رسمي. طيب، أريد أسأل على قضية أخرى، وهي قضية ما يحدث من من عمليات سواء للاغتيال أو القتل. هذا الموضوع يتم تناوله عشائريا لو يترك ضمن إطار السياسة وضمن إطار مثلا المجاميع المسلحة. يعني العشائر تقعد على هيج تفاصيل؟ شلون يعني؟ يعني ما معناه أنت شخص تم اختطافه وقتله في فلان منطقة، بالنجف، بكربلاء، ببغداد، بالأنبار، هاي العشائر تقعد على هاي التفاصيل لو هاي التفاصيل من اختصاص الدولة صارت؟ هي شوف، أنت إذا ما تكون تحت الدولة، إذا كل عشيرة تريد تتصرف شخصيا مو صحيح. التصرف للدولة، وبالذات هذا القتل والخطف، الدولة هي مسؤولة عنه، هي مسؤولة عن أمننا. الدولة هي مسؤولة عن أمن القوي والفقير والضعيف، ما هي مسؤولية لو كل عشيرة. أنا الحمد لله عندي عشيرتي ترتبط من الشمال إلى الجنوب، يعني صح. بس حنا نكون لا مع إطار الدولة، ويكون قيمة للقبائل. حنا مو مثل فترة الخمسينات، تهميش القبائل، تهميش الحمائل، إضعافهم، إخراجهم من مكانهم الحقيقي، رفع الكراسي عند المسؤولين، إذا جاء شيخ القبيلة أحسن ما يقعد يظل واقف. إحنا هذا الفكر راح مننا والحمد لله. حتى الألقاب كانت ممنوعة، والألقاب كانت ممنوعة، صح. ويعطونك كلمات هي مو صحيحة. إحنا الحين الحمد لله في خير، في دولة ديمقراطية، في تعايش حقيقي، في مكان. أنا هسه أقدر أستنقذ رئيس الوزراء وما أخاف، سابقا ما أقدر أستنقذه ولا أقدر أستنقذ أي وزير. صح. حنا الحمد لله هسه في خير، بس الناس سبحان الله يعني كأنما ما تعد تشوف بعض هالأمور اللي جتهم. الرواتب الحمد لله الحين ونتأمل أن تكون أعلى. الشخص يحاول يدخل العملية أو الوظائف ما به من خير ومن فايدة. يعني أنت وضع العراق حنا مو راضين عليه الحين نقول، بس نتأمل خير. بس وضع العراق أفضل من الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات إلى الألفين. يعني أنا أذكر دكاترة الجامعة يعني ما كان راتبهم يكفيهم، معلم ما كان يعيش عيشة كريمة، جندي ما كان. نعم. احنا الحمد لله، بس الناس سبحان الله صار عندهم خطاب كأنما ما متفائلين، كأنما هم عندهم
بعض المشاكل وهي ماكو يعني الا ناس تقلد ناس، يشوفون واحد بالتلفزيون طلع يصيح ويسولف، هو هم يطلع بالتلفزيون يصيح مثل ذاك الاول اللي قبله. طيب شيخ، انت من هذا البلد واحنا يعني من شهر العاشر لحد الان خلصت عندنا الانتخابات، والحمد لله والشكر لحد الان ما صار عندنا غير بس انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه. لحد الان لا عندنا رئيس وزراء ولا عندنا رئيس جمهوريه، واكو ما يسمى بالانسداد السياسي. شنو تصورك لحل هذه القضيه؟ والله اولا نطلب من الله ان الله يهديهم، امين، وان الله يجعل يعني الخير يحل على العراق والعراقيين وتنتهي هذه الازمه. يعني احنا نطلبه من السياسيين، لان انت تقول لي حل ما يعني عندنا، احنا نطلب من الله ان الله يهديهم الى ما يحب ويرضى، ويكون عندهم حب لنفسك ولاخيك. نتمنى كلهم يتشاركون بهذه الحكومه ويطلعون بحكومه ما نقول مرضيتنا 100%، بس لعلها تمشي امورنا الى الانتخابات الجايه وتجي حكومه ان شاء الله افضل ويكون. يعني ما معنى حضرتك مع انه يصير توافق، حكومه نعم توافقيه؟ نعم، احنا مع التوافق ان شاء مع الله. التوافق. نعم. احسن ما تظل الامور مو من صالحنا. هسه يقولون فراغ دستوري والكلام يعني انت تسمعه صح. نعم. طيب اذا نريد نروح على موضوع، نرجع الى موضوع الموصل شلون تشوفها حاليا؟ هل الموصل حاليا تشبه الموصل ما قبل احتلال داعش؟ شلون نشوف إدارة المحافظة لهذه المحافظة الكبيرة؟ الموصل الفضل لله أفضل ما قبل احتلال داعش. طيب هو فترة احتلال داعش ما في أسوأ منه لا بالعالم فترة مظلمة، بس قبل احتلال داعش الحين الموصل أفضل. طيب الفضل لله، يعني من ناحية الدولة تشوف هيبته أكثر. اثنين، القناع مال اللي كانوا مع داعش وكانوا هم حاطين رجل هان ورجل هان انتهوا إن شاء الله، وضحوا، ضعفوا إلى 90%. الخدمات إن شاء الله قاعد تمشي أول بأول أفضل. القضاة ما شاء الله يعني ما عندهم تهاون مع الإرهاب، وهذا هو هذا صمام الأمان مال العراق. أنت من صلح القضاء صلح العراق كله. طيب انت تشوف انه اكو تاثير للوضع السياسي القلق على الامن؟ يعني كل ما مثلا الامور السياسيه تسوء يرجع الارهاب مره ثانيه؟ لا ما يرجع الارهاب، ما ظلوا حاضنه ولا ظلوا احد يقدر يتعامل معه. وقبل كان من يتعامل مع الارهاب موجود بالموصل، موجود بالمناطق. هذا الساعه اللي يتعامل مع الارهاب معروف ومشخص، ويحاولون يحلفون دين، والله احنا ما شفناهم ولا قعدنا معاهم، هم يكذبون بعضهم. يعني حتى اللي كانوا نفسهم مع الارهاب هسه يحاول يبرر لك النفس مالي ذاك، يقول ما كان مع الارهاب، كان هو نفس غير شيء بس انتم كنتوا تشوفونه. طيب بالنسبه يعني لاهل نينوى، اذا حضرتك احنا نعرف تنحدر من محافظه نينوى، نعم، يعني تشوف المزاج الانتخابي لاهل نينوى مع من؟ يعني شنو مزاج الناخب الانتخابي مع من؟ يعني حتى لو ناخذ تجربة الانتخابات الأخيرة مثلا. والله شوف الأخيرة احنا بصراحة مو راضين عليها بنوبة. لأن ليش؟ ما نحسها انتخابات يعني الطموح اللي كان عندنا أكثر. بس شو نقول يعني قصدك قضية المشاركة؟ المشاركة قليلة حسب ما يقولون هم نفسهم المفوضية وحسب. طيب. بس احنا شو نقول الحمد لله ما زال مشت الأمور، خلها تمشي. طيب إن شاء الله. يعني ليش احنا نتأمل بعد 4 سنوات إن شاء الله تكون انتخابات أفضل، هذا اللي يخلينا. بس احنا نقول الحمد لله مشت الأمور، الناس مشت، نطلب من الله أن الله يهديهم ويخليهم يتوافقون. تعرف الحياة معطلة شيخ. يعني الحياة أقصد السياسية، لا موازنة بالبلد لا شيء، هواية تفاصيل واقفة على قضية إقرار الموازنة مثلا. نعم هذه مؤثرة علينا كلنا. نطلب يعني احنا ما يعني نتمنى اليوم قبل بكرة تنتهي هذه الأمور، بس شنو الحل؟ يعني الحل ناس متعاندين على كل من يريد على المناصب، على الكيكة له أكثر. صح. ويسولف يطلع يسولف انه هو على الشعب العراقي، بس احنا نعرفهم لا، هي المصالح الشخصية مالهم. طيب البلد يعني العراق بعد الانتخابات شهد أكثر من متغير. يعني مثلا احنا هسه ليش ما تنعقد عندنا جلسة مجلس النواب؟ احنا اكو كان تفسير لقرار الحضور والأغلبية بمجلس النواب
تفسر بتفسير آخر وهو تفسير الثلث المعطل. نعم. يعني هسه مجلس النواب ما يقدر يقعد لأن عندنا ثلث إذا ما حضر الجلسة فاشلة. فشون تشوف هاي التفاصيل؟ والله هذه شوف القضاة والمحكمة الاتحادية هم أعلم مننا به، بس احنا ندري من الأول ثلثي البرلمان يشكلوا الحكومة. نعم. يعني هذه هي اللي نعرفه احنا. هل الحين هم يصير نقص عندهم 20 نائب ما يقدرون يشكلون حكومة؟ نتمنى أنهم يتوافقون، وإن شاء الله أنا أتوقع يتوافقون عليه. يعني تتوقع بعد مهلة السيد الصدر بعد 9 شوال يصير انفراج؟ إن شاء الله يصير انفراج إن شاء والله الله. هذا ما نتأمل إن شاء الله. طيب أنا أريد أسألك على قضية أخرى، وهي قضية مهاجمة إقليم كردستان من قبل أو من الأراضي الإيرانية لمنزل الشيخ نعم. باز. نعم. على ادعاء أنه هذا كان مركز للموساد. نعم. أنت شلون تشوف هذا الموضوع؟ والله احنا أي تهجم على العراق ما نقبله، وهذا مرفوض، ورفضناه احنا على صفحات التواصل الاجتماعي وبيانات نددناه. ويعني هذه بصراحة جريمة تنضرب أرض عراقية، ناس آمنين بصواريخ من دولة جارة، احنا نتأمل منهم خير، نتأمل منهم حسن العلاقة، نتأمل يعني يكون بيننا وبين جيراننا علاقة أفضل. خصوصا أنه هسه يعني الوفد النيابي واللجنة النيابية أكدت أنه لا وجود لموساد في هذا المكان. الحمد لله. البيت كان بيت لأحد شيوخ معروف، هو هذا الرجل يمكن صاحب شركة كورك أو نعم. هذا الشيخ شركة باز. كار شركة كار. نعم. شيخ أنت شو توجه من كلمة لأبناء شعبك، للطبقة السياسية في هذا الظرف اللي يعيشه البلد في ظل عدم وجود رئيس جمهورية، وعدم توافق على انتخاب رئيس الجمهورية، وعدم توافق على انتخاب رئيس الوزراء؟ شو توجه من كلمة في نهاية كلامنا؟ والله نقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نطلب من الله أن الله يجعل التوافق بين الشعب العراقي، أولا بين سياسيينه، والشعب هو متفق مع بعضه. ونطلب من كل عراقي يحب العراق ويحب شعب العراق أن يذكر أيام داعش ما صار بنا، لا يوقف الأمور هسه على مصالحه الشخصية. لا نحن عانينا ما عانيناه ونريد نعبر مرحلة، والفضل لله تحررت أراضينا بفضل الله ثم بفضل العراقيين. الدول اتركتنا، وبفضل الله ثم بفضل العراقيين مشوا. أولا الفتوى المرجعية يعني هذه لا ننساه أبدا كعراقيين. ومشى الشعب أول ما مشى، وجيش وحشد والبيش مرقة وشرطة اتحادية ومكافحة إرهاب، ومشوا مشية واحدة وحرروا أرض العراق بفضل الله ثم بفضل العراقيين. أنا أذكر من مشوا من عند إقليم كردستان كان الرئيس مسعود بأولهم، ومشت القطاعات من الجنوب ومشت القطاعات من كل مكان. ويمكن أبرز تعبير عن وحدة العراقيين في هذا المكان. نعم. في هذا الظرف كان، وهو هذا أبرز وأهم وحدة. صح. هذا التمسك الصحيح. الكل كانت في خندق واحد. نعم. حنا اليوم والله فلان على مود مكاسب أو على مود شين يخلينا بهذا الصورة، الذنب يتحمله من يعطل ومن يأخر الأمور إلى مصالحه الشخصية. ونطلب من الله التوفيق. آمين. وأن الله يحفظ العراق والعراقيين جميعا. آمين. ويحفظنا ويحفظكم. آمين. الشيخ فيصل الحروش السالم الجربة، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. شكرا، الله محييك والله يحفظك إن شاء الله. الله يبارك فيك. وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحيات محدثكم عبد السميع عزاوي، وإلى لقاء آخر.